لو سألت رجلا ما هو أسوأ شيء ممكن أن تفعله المرأة بك، قد يجيب الخيانة، أو أن تسرق ماله، أو أن تلفق له إحدى التهم الشنيعة. أما أنا فأظن أن أسوأ شيء قد تفعله المرأة بك هو أن تنسب لك طفلا ليس من صلبك. الولد للفراش تشريع للدياثة أم تطبيق خاطئ؟ علينا أولا وقبل البدء معرفة الحديث والسياق الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، أحد إلي إنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة. فلم يرى سودة قط. ركز هنا معي، إنه نزاع بين الرجلين على نسب هذا الغلام، على من هو والد هذا الغلام. أحدهما بنكاح صحيح، سيد وأمته، والآخر زاني، والزاني ساقط الشهادة، وطالب الزاني بنسب هذا الغلام له. فهنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، أي أن نسب الولد يكون للنكاح الصحيح. هذا هو معنى الحديث باختصار. الحديث صحيح ومتفق عليه من الشيخين. فأين الإشكال؟ الإشكال هو عندما يتم تطبيق هذا الحديث كقاعدة عامة لكل الحالات، وليس في حالات النزاع كما هو واضح من سياق الحديث. يعني تجد المشايخ والعلماء يطبقون هذا الحديث على كل زوجة حملت من الزنا، يخبروها بالستر على نفسها وأن تنسب هذا البهتان إلى زوجها. ولنعطيك مثالا، انظر معي، هذه السائلة على إحدى مواقع الفتاوى الإسلامية تعترف بنفسها إنها زانية فاجرة حملت سفاحة، والآن بعد 6 سنوات تتساءل ماذا تفعل مع طفلتها، فيجيبها الشيخ: انسبي هذه الفتاة لزوجك، ويبرر بالحديث الصحيح. والأمثلة كثيرة. لاحظوا تاريخ السؤال منذ عام 2007، أي قبل انتشار النسوية والإلحاد، وقبل تغيير شرع الله بقوانين ظالمة في أغلب بلدان المسلمين. فتخيل كيف الوضع الآن، الأرقام سوف تكون صادمة. واتخذت النساء الزانيات هذا الحديث غطاء وسترا لعهرهن، وضاع حق الزوج وحق الأخوة، وانتهكت المحرمات في سبيل ذلك. هذا الزوج سوف ينفق على ابن ليس من صلبه، وسيرعى طفلا ليس من ظهره. هذا الولد ليس بمحرم لأخواته البنات أو عماته، أو العكس إن كانت فتاة. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمر سودة وهي بنت زمعة، أي أخذ ذلك الغلام، بالاحتجاب منه حذرا من انتهاك حرمات الله تعالى. وهذه لم أجد شيخا يذكرها، فقط توبي وانسبي ابن الزنا لزوجك. فهذا ظلم مركب، وكل هذا عادي في سبيل الستر على زانية حدها الرجم. ما رأي العلماء في هذه المسألة؟ في سورة الممتحنة يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمبايعة النساء المؤمنات المهاجرات على عدة أشياء، منها: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وتفسير هذه الآية، فذكر ابن كثير قول ابن عباس رضي الله عنه، يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، وكذا قال مقاتل. ويؤيد هذا الحديث الذي رواه ابن داود عن أبا هر رضي الله عنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخل الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. واستدل به الشافعي في كتابه الأم. وفي سيرة بن هاشم في قصة المعراج حين يصف النبي صلى الله عليه وسلم عن الأصناف التي رآها في جهنم، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رأيت نساء معلقات بثديهن، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولاده. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فأكل حرائبهم واطلع على عوراتهم. فهذا وعيد من تنسب ابن الزنا لزوجها، فماذا عن الذي يشرع لذلك؟ وهذا فيديو للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق رحمه الله يشرح فيه الحديث بالتفصيل. فإن النبي عندما قال الولد للفراش والعاهر الحجر كانت القضية المعروضة عليه تنازع بين اثنين في ولد، فإنه قد جاءه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وادعى في ولد أخو عبد بن زمعة للأسود، وقال: يا رسول الله، هذا الولد عاهد إلي أخي فيه كنتوس، وأنه زنى بوليدته، الوليدة اللي هي الأم، وأنه ابنه. فقام عبد بن زمعة وقال: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته. فتنازع الاثنين فيه، هذا ادعى وأن أخوه الذي توفي هو قال له: يعني عليك بهذا الولد لأن هذا ابني وأنا زنيت بهذه الجارية. والثاني قال: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي الماضي. فالنبي افتاهم في هذه الخصومة التي كانت بينهم، فقال له: الولد للفراش، جعل الولد نسب الولد للفراش لأن هذا هو القرينة هي. وللعاهر الحجر والعاهر الزانية، يعني إذا اعترفت هذه الجارية وكانت حرة
بأنها يعني طبعا هي بعد يعني وفاة رجل تكون بعد وفاة سيدها تصير حر فترجم، إذا اعترفت بأنها بالفعل زنت وأن هذا الولد ليس من مالكها ومن سيدها فإنها ترجم. قال النبي وإلى عهد الحجر. ثم قال النبي واحتجي بأنه يا سود. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سودة بنت زمعة وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجي بمن. فهذا وقت النبي في هؤلاء الاثنين خصومة كل يدعي أن هذا الولد له، واحد يقول هذا ابن أخي والثاني يقول هذا ابن أبي. فالنبي أفتاهم بهذا قال الولد للفراش وللعاهر الحجر والحجر الرجل. فهذه فتوى النبي في هذه القضية. أما القضية المعروضة على هذا المفتي قضية امرأة تعترف بالزنا وتقول بأنها زنت وهي زوجة وتحت رجل فقال لها اسكتي. ليه؟ هذه المسألة مختلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من اعترف بالزنا أمر برجل. كل من اعترف عند النبي بالزنا وأصر على نفسه أمر برجل، مثل ماعز الأسلمي فقال له يا رسول الله أصبت حتى فأخذ عليه الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرر هو أمر برجل. وجاءت الغامدية كذلك فقالت بأنها زنت فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برجل. فآية مختلفة. فهذه المرأة فتوى في مثل هذه المرأة أولا أنها إذا اعترفت بالزنا فإن حدها الرجل. هذه واحد. الأمر الآخر هذا الولد لا يجوز نسبته إلى الزوج لأنه ليس ابنه، هذه جريمة، هذا بهتان، وإنما الولد يلحق بها ولا يلحق بالزوج. ومما أخذ الله تبارك وتعالى العهد على النساء قال يا أيها النبي إذا جاءك النساء يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. هذا البهتان هو الزنا، إنما تأتي بهتان لأن البهتان كذب. فلم تكون قد حملت من غير زوجها وأنجبت ولد وتسكت عن هذا بهتان. إذا سكتت عن هذا البهتان وألحقت هذا الولد بغير أبيه ألحقته بهذا الرجل، بالتالي إذا ألحقته به يصبح الآخرين ليسوا محارم، أخوات الآخرين ما هو محارم. وكذلك يعني الأقارب ودائرة المحارم ليس لها، هذا غريب ما هو من هؤلاء ثم يرث من هذا، وهذه جريمة. فهذه جريمة مركبة. فهذا الفاجر الذي يقول هذا وفي فضائية من الفضائيات على أنه مفتري على الله وعلى رسوله، ثم أكبر افتراء أنه خلاها الله الرسول أفتى. هذه فتوى النبي كذاب. الرسول لم يفتي هذا. الرسول لم يفتي امرأة تقول له أنا قد زنيت وأن هذا الولد هو ليس ابن زوجي وإنما ابن الذي زنى. أفتاها يقول لها خلاص اسكتي على هذا. النبي يقر هذا الفجور ويقر هذا البهتان. هذه جريمة. فأقول هذه الفتوى جريمة مركبة كذب على الله، لأن الله تبارك وتعالى أمر النبي بأن يأخذ العهد على النساء أنهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، وهذا من الزنا وهذا عهد. لأن ربنا يقول للرسول يا أيها النبي يعني بايع النساء على هذا، والنبي بايع النساء على هذا. فلما يقول بأن هذا البهتان يسكت عنه وأن يجب أن تسكت عنه ولا تخبر أحد ولا تخبر زوجها وتسبب الولد باسم زوجها، يبقى هذا كذب على الله ثم كذب على الرسول ما أفتى بهذا. الرسول يفتي امرأة بأنها زنت وأنها أتت بولد من الزنا ولا يسكت عليه. كل من أتى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا. ثم في نفس القضية قضية عبد بن زمعة هذا النبي قال وللعاهر الحجر. فكان ينبغي كذلك هذا المفتي المجرم هذا أن يقول لها وللعاهر الحجر. الرسول قال وللعاهر الحجر، وهي العاهر الزانية التي اعترفت بالزنا فلها الحجر. يقول لها لك الحجر يعني لك الرجل، يقول لها عليك الرجل، ما يقول لها اسكتي ولا تخبر أحد وتسجل الولد باسم زوجك. أي إجرام هذا؟ أي إجرام هذا؟ هذه جرائم مرتبة. وأن يقال هذا على رؤوس الأشهاد أكبر كذب، افتراء على الله وعلى رسوله وعلى دينه وإقرار الفواحش وإقرار الجريمة. وكذلك هذا إشاعة الفاحش. أي امرأة الآن ممكن خلاص أنها تأتي بأولاد من غير زوجها ثم تسكت على هذا. تقول والله الرسول أفتى خلاص الولد للفراش، يجي الولد خلاص. فيشيع الزنا ويشيع هذا ويشيع البهتان والإثم في أمة الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال الشيخ الحديث في حالة الخصام والنزاع بين شخصين على الولد، وليس حالة عامة لكل زوجة زانية. الشيخ عبد الله الخليفي كتب مقالا رائعا مفصلا عن هذه المسألة، واذكر منها بعض النقاط المهمة. يذكر الشيخ أن هناك خلطا بين الخطاب الفقهي الموجه للقاضي والخطاب الموجه
موجه للأفراد المتنازعين، والخلط بين التوبة في الأمور التي في حقوق الله المحضة والتوبة في حقوق الله التي فيها مدخل للبشر. وذكر مثالا حتى يتضح الأمر: لو أنت قرضت صديقك مبلغا من المال ولكنك لم تكتب وصل أمانة أو شهدت عليه أحد، وعندما حان وقت السداد أنكر صديقك أنه أخذ منك أي مال، فذهبت للقاضي وحكيت له الحكاية، فالقاضي سألك: هل لديك أي دليل أو بينة على ذلك؟ فأجبت بالنفي. هنا القاضي سأل الفقيه: بماذا أحكم؟ فيجيب الفقيه: أحكم بالبينات التي أمامك، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فيحكم القاضي أن لا حق لك، وصديقك حلف كذبا بأنه لم يأخذ أي أموال منك. بعد سنوات تاب صديقك من أخذ أموال الناس بالباطل ومن الحلفان بالكذب. هل تكتمل توبته دون أن يرجع حقك، أم لابد أن يرجع أموالك؟ بلا شك لا بد من إرجاعها. ويسقط الشيخ هذا المثال على المسألة التي أمامنا. الزوج له حق على زوجته من أن تحفظه في نفسها وماله، وهذا مثل حق المقرض على المقترض. إذا جاء زاني وقال إن هذا الولد لي، فيقال قضائيا: الولد للفراش، لأن القاضي يحكم بالبينات التي أمامه شخص يشهد على نفسه بالفجور، وبالتالي عدالته ساقطة. يعني تخيل أي واحد بالشارع يشوف طفل يقول هذا ابني وأنا زنيت بأمه، ماكو. فالفقيه في هذه المسألة يخبر القاضي بأن يحكم بأن الولد للفراش، إلا إذا شك الزوج وانتفى من الولد باللعان. ويكمل الشيخ ويقول: إن المرأة تعلم صدق الزاني من كذبه حتى لو لم يأتي الزاني، هي تعلم ما في بطنها. فلو تابت هذه المرأة من ذنب الزنا ومن ذنب إدخال ولد على قوم وهو ليس منهم، هل تكفي هذه فقط، أم لابد من الاعتراف للرجل أي الزوج بأن هذا الولد ليس ولده؟ ذكر المثال: البديهي أن يقال لابد من أن تخبر لزوجها، كما أن لو الزوج انتفى من ولده ظلما ثم تاب لابد أن يرجع ويعترف أنه هذا ابني. لكننا اليوم التمييز الإيجابي داخل حتى في الفقه. حديث الولد للفراش هذا في حالة التنازع بين بينات، وهو خطاب موجه للقاضي وليس خطاب موجه للمرأة التي تعرف من هو والد هذا الطفل. والبعض يتحدث عن الستر والستر والستر، سبحان الله، بس الستر للزانية. يقول الشيخ إن الستر مطلوب ما لم يبنى على هذا الستر تضيع ستور أخرى. فمثل ما قلنا هذا الولد سيطلع على نساء ليسوا له بمحارم، فلأن يسقط ستر امرأة زانية أولى من أن يسقط ستر عفيفات. وأعيد وأكرر: إن الإشكالية هي إنزال الولد للفراش على أي حالة وعلى أي امرأة، فحتى وصل البعض منهم بأن يفتي لامرأة مطلقة زانية بأن الولد لزوجها أو لطليقها. وتذكر حالة سمعتها من أحد المحامين في دول الخليج، يذكر أن امرأة ولدت بعد وفاة زوجها ب15 شهرا، ورغم ذلك سجل الولد باسم الزوج المتوفي. وهنا أذكر أن ابن قدامة في كتابه المغني لا يأخذ الحديث مطلقا على كل الحالات. هذه الحالات ستزداد كثيرا في السنوات القادمة، عافانا الله وإياكم منها. انظر للغرب الآن وكمثال أمريكا. هناك دراسة في عام 2010 وجدت أن 30% من الرجال الذين خضعوا لاختبار الأبوة تبين أنهم ليسوا الآباء البيولوجيين لأولادهم. قد يرد البعض أن مجتمعنا يختلف عن مجتمعهم، صحيح، ولكن عندما نستورد قوانينهم ونتطبع بطبعهم ونعيش عيشتهم وندخل علينا مدخلاتهم، ما الذي سيحدث؟ عكس النتائج اللي وصلوها ولا نفسها؟ بالطبع سوف تكون نفسها إن لم تكن أسوأ. والسلام عليكم.